مهرجان كراون جول هو احدث مهرجانات الدبليو دبليو اي اللي جاي لنا من المملكه العربيه السعوديه، والمهرجانات اللي بتتعمل في المملكه العربيه السعوديه بتحس ان المباريات اللي فيها محطوطه علشان تخلص وخلاص كده، ده اللي بيخلي المهرجان يبان كانه هاوس شو. فهل المره دي كان زي كل مره؟ تعالوا لما اقول لكم. مهرجان كراون جول خلاص خلص وجه الوقت عشان نبص عليه ونشوف كان فيه كويس عشان نديله بلس وكان فيه وحش عشان نديله ماينس. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، ودي مراجعه مهرجان دبليو دبليو اي كراون جول. قبل ما نبتدي احنا كان في عندنا مباراتين، مباراه على حزمه الوومن تاج تيم تشامبيونشيب ومباراه تشامبيون فيرسس تشامبيون على الوومن كراون جول تشامبيون. واللي متابعني عارف ان انا ما بتابعش السيناريوهات النسائيه وما بتفرجش على مبارياتها، فالمباراتين دول انا ما شفتهمش فمش هراجعهم. شايف في بلس وشايف في ماينس، انا كده ما شفتهمش اساسا، فلو انت كنت منتظر ان انا اراجع المباراتين دول فانا اسف جدا ان انا خايب املك. ويلا بينا نبتدي. اوبننج المهرجان بتاعنا كان المباراه ما بين البلاد لاين سولو سوكوا وجيكوب فاتو وتاما تانجا في مواجهه الاو جي بلاد لاين رومان رينز وجيمي وجاي اوسو. وبعد ما قعدنا ربع ساعه كامله في دخلات المصارعين اخيرا المباراه بدات ما بين جاي اوسو وتاما تانجا. المباراه بدات بسيطره من تاما تانجا لحد ما جاي اوسو قدر ان هو يعمل تاج لجيمي علشان هما الاثنين يبتدوا يستخدموا التاج تيم مانوفرز اللي هما متعودين عليها، لكن تاما تانجا عمل تاج لجيكوب فاتو عشان يدخل المباراه، وهنا جيمي وجاي قدروا ان هما يسيطروا على جيكوب فاتو عادي جدا. ولو فكرنا فيها فالاثنين دول مين ايفنتد رسلمانيا كتاج تيم، هم يقدروا يسيطروا على جنرال زاد لو حبوا، ومن هنا المباراه كملت مع الاو جي بلاد لاين. وهنا رومان رينز طلب من جاي اوسو ان هو يدخله المباراه ولكن جاي رفض وعمل تاج لجيمي، وطبعا الدراما دي شتتت جيمي اوسو علشان تاما تانجا يستغل الفرصه ويسيطر على جيمي علشان يعمل تاج لجيكوب فاتو علشان يخش ويطير رقبته تقريبا بكورنر هيب سكواش. بعدها جيكوب فاتو عمل تاج لسولو سوكوا، ومن هنا المباراه فضلت مكمله مع البلاد لاين لحد ما جيمي اوسو قدر ان هو يهرب من تاما تانجا ويعمل تاج لجاي عشان يدخل الحلبه ويسيطر عليها ولكن لفتره قصيره، ده لان جيكوب فاتو عمل تاج ودخل المباراه عشان يضرب جاي بابا سمون دروب والسيطره ترجع تاني مع البلاد لاين. والسيطره فضلت مع البلاد لاين لحد ما جاي اوسو قدر ان هو يهرب منهم. وقتها ما كانش موجود اي حد في الكورنر بتاعه غير رومان رينز، فما كانش قدامه اي اختيار غير ان هو يعمل له تاج. وهنا رومان رينز دخل الحلبه علشان يواجه سولو سوكوا، وبصراحه المواجهه ما بين الاثنين دول كانت تحفه. رومان رينز تفوق على سولو بالتاكيد، ولكنه لما حاول ان هو يضرب سبير سولو سوكوا وقفه وقدر ان هو يضربه سمون سبايك وعدى عليه 1-2، لكن هنا حصل بوتش لان هنا كان غالبا المفروض جيمي اوسو ان هو يكسر العد، ولكنه اتاخر في دخول الحلبه، فعلشان كده الحكم وقف العد قبل ما هو يوصل للحلبه اساسا، لكنها عدت على خير واحنا ممكن نتظاهر احنا ما شفناش اي حاجه. وهنا جيمي اوسو خرج تاما تانجا من المباراه، لكن وقتها جيكوب فاتو دخل الحلبه علشان يخرج جيمي اوسو من المباراه بامبيلر ويخرج جاي اوسو من المباراه بهيد بات، والسيطره ترجع تاني رومان رينز في مواجهه سولو سوكوا 1v1. لكن طبعا بما اننا في مباراه للبلاد لاين فبالتاكيد الحكم اتضرب ووقع على الارض علشان جيكوب فاتو يدخل الحلبه ويضرب رومان رينز فلاين ايربو وراها المون سولت الغريبه اللي انا بصراحه مش عارف لحد دلوقتي بيعملها ازاي، ويعمل دايف على الاوسوس بره علشان سولو سوكوا يضرب رومان رينز السمون سبايك مرتين ويعد عليه 1 2 3 وتنتهي المباراه. بعد المباراه البلاد لاين بالتاكيد اتكتروا على رومان رينز والاوسوس عشان يضربوهم، لكن اللي دخل وقتها علشان ينقذهم هو سامي زين. دخل الحلبة عشان يواجه سولو سوكوا اللي عرض عليه ان هو ينضم للبلاد لاين علشان سامي زين يتظاهر ان هو هيحضنه، ووقتها الاو جي بلاد لاين بمساعده سامي زين قدروا ان هم يسيطروا على الحلبه عشان سولو سوكوا فجاه يلاقي نفسه واقف في النص ما بين الاربعه. وهنا رومان رينز حاول ان هو يضرب سوبرمان بانش عشان سولو سوكوا يبعد عن الطريق فيلاقي نفسه ناطط في بق هلوفا كيك سامي زين كان بيحاول يضربها في نفس الوقت. وقتها سولو سوكوا والبلاد لاين خرجوا بره الحلبه علشان طبعا بعد ضرب سامي زين لرومان رينز الحلبه تتقلب ما بين جاي اوسو وجيمي اوسو وسامي زين عشان سامي زين يطلع بره الحلبه وهنا تنتهي السجن. المباراه دي كاداء داخل الحلبه هي تعتبر اقل مباراه في المهرجان بالكامل، لكن اللي شالها من البدايه للنهايه هو الايموشنال لاين والقصه اللي كانت بتحكي طول المباراه، ده لان جاي اوسو ما بيثقش في رومان رينز ولكنه بيثق في اخوه، وهو ده الايموشنال لاين اللي شال المباراه دي. وبالنسبه للنتيجه فان البلاد لاين يكسبوا من المباراه دي ده كان شيء بديهي، لان لو ما كانش ده حصل الاتحاد ما اعتقدش انه كان هيعرف يبني القصه بشكل كويس، لان احنا بالتاكيد هنخسر البلاد لاين في سرفايفر
اورتيز، فما كانش ينفع يخسروا من المباراه دي، كان لازم يكسبهم علشان نرفع من مستواهم شويه في مواجهه الاو جي بلاد لاين. وميك نو ميستيك بقى، المباراه دي انتهت كلين. سولو سيكوا اثبت ان هو يتفوق على رومان رينز. احنا في عندنا ترايبل تشيف موجود يا جماعه دلوقتي جديد في الاتحاد، فده شيء كويس ورفع من سولو سيكوا اكتر ما هو اللي في الفتره الاخيره اداؤه اتطور جدا سواء على المايك او كاداء داخل الحلبه، وبجد انا بدات اشوفه فعلا كمين ايفنتر داخل الاتحاد. اما بالنسبه لسامي زين بقى، فانا عندي احساس ان هو جاسوس للبلاد لاين، لان انا ما اشتريتش نهائي ان هو ضرب رومان رينز بالغلط، وده شيء كويس. احنا في عندنا اسئله كتير وحاجات كتير محتاجه يتجاوب عليها، حاجات تخليني عايز اتفرج واتابع السيناريو ده اكتر، لان بقى في عندنا كذا سكه ممكن نمشي فيها وكلهم كويسين. عموما هنشوف اللي هيحصل بعد كده في السيناريو ده. المباراه دي كانت كويسه جدا وطورت حاجات كتير، فعلشان كده انا هديلها بلس. المباراه اللي بعد كده كانت مباراه ما بين برونسون ريد في مواجهه سيس رولينز. المباراه دي بدات بان الاثنين دول طقشوا في بعض من قبل ما الجرس يدق اساسا، ده لان سيس رولينز هاجم برونسون ريد بره الحلبه علشان الاثنين يضربوا بعض بره شويه، ولما اخيرا دخلوا جوه الحلبه الحكم دق الجرس عشان المباراه تبتدي رسميا، وهنا برونسون ريد ضرب تسونامي على سيس رولينز، ولما حاول ان هو يضرب الثانيه سيس رولينز بعد عن الطريق عشان يضربه كيرب ستامب ويعد عليه 1 2، لكن برونسون ريد كسر العد بعد 2. وهنا انا الصراحه اتضايقت، لان خلال الاسابيع اللي فاتت الاتحاد بنانا تسونامي على ان هي حركه ما حدش بيقوم منها، فان سيس رولينز يرجع منها وبسرعه كده بصراحه دي كانت حاجه تزعل. المهم السيطره كملت مع سيس رولينز لفتره قصيره جدا لحد ما برونسون ريد طبق صدر سيس رولينز بسيت داون، وهنا السيطره بقت مع برونسون ريد، والسيطره فضلت معاه لحد ما سيس رولينز قدر ان هو يقلب باور بامب لدي دي تي. بصراحه الحركه دي كانت بدون غلط، والسيطره كملت مع سيس رولينز قدر يضرب فيها فروج سبلاش على برونسون ريد ويعد عليه 1 2، لكن برونسون ريد برده كسر العد بعد 2. وهنا السيطره فضلت مكمله مع سيس رولينز لحد ما برونسون ريد قدر ان هو يوقفه ويضربه باور بامب وراها السوبر بلكس من فوق الحبل الثالث علشان المعركه تطلع بره الحلبه، ومن هنا ابتدى تسلسل النهائي. ده لان برونسون ريد شال سلم وحاول يضرب بيه سيس رولينز عشان سيس رولينز يضربه ليج سويب فينزل على الارض فيس فيرست على السلم، وهنا سيس رولينز يضربه كيرب ستامب على السلم ويطلع فوق الحلبه، لكن برونسون ريد قدر ان هو يكسر العد ويرجع للحلبه تاني علشان سيس رولينز يضربه السوبر كيرب ستامب من فوق الحبل الثالث ويعد عليه 1 2 3 وتنتهي المباراه. ومع نهايه المباراه برونسون ريد قام من على الارض بسرعه علشان يواجه سيس رولينز اللي اتفاجئ بانه قدر ان هو يقوم بالسرعه دي. المباراه دي واحده من المباريات الفرديه الكويسه، هي ما كانتش عاليه قوي ولكنها ما كانتش برده وحشه، هي كانت مباراه عاديه. احنا حاولنا فيها ان احنا نرفع من برونسون ريد ونجحنا بالفعل في ان احنا نبينه كمونستر، ولكن مشكله المباراه دي الوحيده معايا هو ان برونسون ريد خسر المباراه. هو بالتاكيد كان محتاج يكسب المباراه دي، ده لان سيس رولينز نجم مهما حصل، ولو كان خسر المباراه دي بمجرد ما هيمسك المايك في عرض الرول اللي جاي هيبقى اوفر مع الجمهور، ولكن احنا بنحاول ان احنا نرفع من برونسون ريد فكان لازم يكسب المباراه الاولانيه، ولكن احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده، جايز يكسب المباراه الثانيه والثالثه والعداوه هو بالكامل هو اللي يكسبها، فعلشان كده انا هنتظر واشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. المباراه دي كانت كويسه جدا فعلشان كده انا هديلها. بعد كده كان عندنا مباراه ما بين راندي اورتون وكيفن اونز، والمباراه دي ما اتلعبتش، ده لان كيفن اونز ضرب راندي اورتون قبل ما الجرس يدق والاثنين قعدوا يضربوا بعض بالكراسي، ولما الحكم حاول يوقف كيفن اونز وياخد منه الكرسي ضرب الحكم ستانر، والاثنين قعدوا يضربوا بعض لفتره مش قليله لدرجه ان مديرين عرض الرو سماك داون نيك ألدس وادم بيرس طلعوا عشان يحاولوا يوقفوا الخناقه دي، ولكن راندي اورتون ضرب ادم بيرس RKO، وبالتالي دي حركه مش هتعدي على خير، والاثنين طلعوا يتخانقوا عند الجمهور عشان كيفن اونز يضرب راندي اورتون بحاجه كده شبه الصندوق على دماغه وينيمه على الترابيزه ويطلع على الحاجز بتاع الجمهور ويضربه البو دروب، وهنا ينتهي السيجمنت. دي سيجمنت مش مباراه، لان الجزء ده بالكامل هو عباره عن انجل الهدف منها ان احنا نوقف العداوه ما بين كيفن اونز وراندي اورتون وكودي رودز لحد ما طبعا كودي رودز يخلص المباراه اللي اتدبس فيها وهيلعبها في نهايه المهرجان ده. ومع الاسف ده ان دل على شيء يدل على ان الاتحاد شايف ان الستيج ده قليل جدا على ان يتلعب فيه مباراه هتطور سيناريو زي مباراه كيفن اونز وراندي اورتون، فعلشان كده حطوا انجل علشان توقف العداوه دي لحد ما كودي رودز يخلص. ودي من الحاجات اللي بتضايقني في المهرجانات اللي بتبقى في المملكه العربيه السعوديه، احنا بنحاول نوقف كل حاجه علشان نحط مباريات هم بس عايزين يشوفوها في السعوديه، ودي حاجه مش كويسه يا جماعه. الناس القائمين على الوضع ده في السعوديه لازم يبطلوا ان هم يحشروا مباريات هم عايزين يشوفوها يا جماعه، يا اما تخلوهم يحطوا سيناريو كويس يا اما تخلوهم يكملوا كمهرجان عادي، مش شرط تحطوا التاتش بتاعكم في المهرجان. وانا بصراحه مع اني متفهم اللي الاتحاد عمله، ولكني كنت منتظر اتفرج على مباراه هتطور قصه في المهرجان ده،
فعلشان كده لما لقيتها انجل النرد اللي جوايا اتضايق، وانا النرد اللي جوايا لما بيتضايق انا بدي مايتس. بعد كده كان في عندنا مباراه التريو على حزام اليو اس ما بين كارميلو هيز واندرادي وال اي نايت. اول ما جرس المباراه ده كارميلو هيز واندرادي طقشوا في بعض عشان ال اي نايت زي اي بني ادم عاقل يقف في جنبه ويسيبهم يخلصوا على بعض، لكن هما الاثنين خدوا بالهم بسرعه من ده وبداوا يهاجموه عشان هو يسيطر على الاثنين بسترايكنج، ولكنه ما قدرش يفرح يا عيني لان هما الاثنين ضربوه دبل سوبر كيك ومخرجوه بره الحلبه. وهنا كارميلو هيز قدر ان هو يتفوق على اندرادي عشان ال اي نايت يسحبه بره الحلبه ويخبط دماغه في طاوله المعلقين، علشان لما يرجعوا الحلبه تاني اندرادي يرجع تاني للمباراه ويضرب كارميلو هيز سبانيش فلاي ويضرب ال اي نايت فلاينج البو ويسيطر على المباراه. وفي سيطرته للمباراه قدر ان هو يضرب موسولت على ال اي نايت اللي كان واقف بره الحلبه، كان شكلها تحفه. وهنا كارميلو هيز قدر ان هو يرجع تاني للمباراه ويدخل هو وال اي نايت في ترانزيشن سيكونس كانت جميله جدا، علشان كارميلو يضرب اندرادي 48 تكمل بسنتون على ال اي نايت اللي كان نايم على الارض، بعد كده يضرب اندرادي فيس سوبلكس يحولها لكتر على ال اي نايت اللي كان نايم على الارض برده، ويعد على الاثنين 1 2 لكن الاثنين كسروا العد بعد 2. وهنا اندرادي قدر ان هو يرجع للمباراه تاني ويضرب كارميلو هيز سبانيش فلاي من فوق الحبل الثالث، ولكنه كان شايل كارميلو هيز فاحنا نقدر نقول عليها سبانيش سلام، عشان هنا ال اي نايت يستغل الفرصه وينزل بقلبه دروب على الاثنين ويحاول يعد عليهم 1 2 لكن برده الاثنين كسروا العد بعد. والمباراه فضلت رايحه جايه بين الاثنين الى ان ابتدى تسلسل للنهايه ده، لان كارميلو هيز حاول ان هو يضرب فيس باستر على اندرادي علشان ال اي نايت يوقفه وهو في نص الحركه ويضربوا بلاد فورس تراما عليه هو واندرادي اللي كان ماسكه في ايده ويعد 1 2 3 وتنتهي. المباراه دي واحده من المباريات اللي ملهاش تجهيز بجنيه وطلعت من الهوا، ولكنها كاداء داخل الحلبه كانت هي الاعلى في المهرجان بالكامل، فانا طبعا ما اقدرش اعترض. وان ال اي نايت يفضل محتفظ باللقب بتهيألي ده شيء بديهي لان هو لسه الى الان اوفر مع الجمهور، ولكن مفيش اي سيناريو يقدر يرفعه في الكارد للمين ايفنت ليفل، فان هو يفضل محتفظ باللقب لحد دلوقتي ده شيء كويس، ولكنه محتاج يخش في عداوه بقى. يعني انا زهقت، هو عمال بيلعب مباريات منفصله ما بتوديش لاي حته، لازم يخش في عداوه قريب. اما بالنسبه لكارميلو هيز واندرادي فالاثنين دول الكيمستري اللي ما بينهم خرافيه، قليل المصارعين اللي يبقى فيها بينهم كيمستري بالشكل ده وفي كل مره يواجهوا بعض بالحلبه يعملوا مباراه تحفه. الاثنين دول لعبوا مع بعض 7 مباريات لحد ما الدبليو دبليو اي زهقتنا منهم، ومع ذلك في كل مره بتبقى كويسه، فاحنا محتاجين نفصل الاثنين دول عن بعض بقى، يعني كفايه كده وخلوهم يعملوا حاجات ثانيه ورجعوهم بعدين قدام، ولكن خلاص يعني احنا زهقنا 7 مباريات يا جدعان. ايا كان هنشوف اللي هيحصل بعد كده. المباراه دي كانت داخل الحلبه بالتاكيد كانت تحفه، فعلشان كده انا هضربها. بعد كده كان في عندنا المين ايفنت بتاعنا الدبليو دبليو اي تشامبيون كودي رودز فمواجهه الدبليو دبليو اي وورلد هيفي ويت تشامبيون جونتر على اللقب الكراون جول تشامبيون. انا الصراحه مش عارف اتقبل ولا. المباراه بدات بتكنيكال ريسلينج ما بين الاثنين تفوق فيها كودي رودز في النهايه، وعلى الرغم ان جونتر كان بيحاول ان هو يقفل التراك على كودي رودز ولكن كودي رودز كان دايما بيهرب منها، والسيطره فضلت مكمله مع كودي رودز لحد ما الاثنين طلعوا بره الحلبه علشان جونتر يرفعه ويحدفه على الرينج ايبرن اللي زي ما احنا عارفين هو اقوى جزء في الحلبه، بعدها يضرب سكوب سلام على الارض وهنا ظهر كودي رودز راح في داهيه. وطبعا جونتر ما سماش على ظهر كودي رودز لان هو بدا يهاجمه بكل الاشكال علشان السيطره تبقى معاه طبعا بسبب اصابه ظهر كودي، لكن كودي رودز قدر ان هو يرجع للمباراه تاني ويقدر يضرب بادي سلام وراها فيس فيرست وراها السوبر بلكس من فوق الحبل الثالث علشان يسيطر على المباراه، والسيطره فضلت معاه لحد ما حاول ان هو يضرب ديزاستر كيك على جونتر وهنا جونتر يوقفه ويقفل عليه بوستن كراب، وانا بتهيالي ان جونتر مش من بوسطن اصلا. ومن هنا جونتر قدر ان هو يقفل التشوك على كودي رودز الفتره لحد ما كودي رودز قدر ان هو يهرب ويضربه كروس رودز، ومن هنا المباراه اتحولت لمباراه تنس، كل واحد فيهم بيعمل حركه يحاول ينهي بيها المباراه. جونتر بيضرب باور بومب عشان كودي رودز يعرض عليه بكروس رودز للمره الثانيه، وفضلنا على الحال ده الى فيري تسلسل للنهايه عشان كودي رودز يحاول يضرب السوبر كوري كاتر من فوق الحبل الثالث ويلاقي نفسه ناطط في بق تراك من جونتر ولكنه يقلب نفسه لورا ويعد عليه تثبيت سريع 1 2 3 وتنتهي المباراه. المباراه دي كانت داخل الحلبه فهي بالتاكيد كانت مباراه عاليه جدا، لانك لما تحط الاثنين اللي في عندهم اعلى مباريات 5 نجوم في تاريخ الاتحاد الدبليو دبليو بالكامل فبالتاكيد المباراه بينهم هتبقى كويسه، ولكن نهايه المباراه دي هي اللي مخيبه للامال بكل المقاييس، لان اننا نخلي كودي رودز يكسب جونتر بتثبيت سريع من دون كل الحركات المصارعه اللي ممكن يعملها ويعد عليه
ده ملوش اي معنى غير ان انت مش عايز تنهي المباراه دي ما بين الاثنين دول. وتريبل اتش طالع يضحك علينا ويقولوا ان المباراه هتنتهي كلين. هي كلين، ولكن ده تثبيت سريع. محدش في الاثنين دول اثبت ان هو افضل من الثاني باي شكل من الاشكال. وللمره الثانيه ده ان دل على شيء يدل على ان الاتحاد مش واثق في الستيج ده ومش شايفه عالي بشكل كافي علشان يحط مباراه زي دي وينهيها. وده شيء طبيعي لان الكونسبت اللي بنتخانق عليه في المباراه دي هو اضعف حاجه فيها. هم الاثنين دول عملوا اللي عليهم وخلوني عايز اتفرج على المباراه، ولكني عايز اتفرج عليها عشان عايز اشوف الاداء في الحلبه ما بين الاثنين ده شكله عامل ازاي، مش عشان القصه، مش عشان حزام شكله وحش وحجمه مهول ومش هنشوفه تاني. فانا محتاج عداوه حقيقيه ما بين الاثنين دول، عداوه بقصه. يا جماعه كودي رودز هو اللي خرج جونتر من الرويال رامبل في السنتين اللي فاتوا، احنا كان ممكن نخلي ده اساس لقصه جميله جدا ما بين الاثنين، ونقدر دلوقتي ان احنا نحط المباراه دي للاساس ده، ولكن بيتهيألي ان هم مش هيتكلموا عنها تاني اساسا. لكن ايا كان المباراه دي كانت كويسه جدا، فعلشان كده انا هديلها بلس، ولكن عشان النهايه اللي بجد فصلتني انا هديلها ماينس. وهو ده مهرجان كراون جول. زي ما قلت قبل كده، فالمباريات اللي بتتعمل في السعوديه بتبقى في الغالب هاوس شو، ما بيبقاش فيها مباريات كتير ليها لازمه او ليها سيناريوهات او هيبقى ليها اي تبعات بعد كده. احنا في المهرجان ده بالكامل في عندنا مباراتين بس من اصل 7 هم اللي نقدر نقول عليهم بيطوروا قصه. مباراه سيس رولينز وبرونسون ريد، والمباراه ما بين البلاد لاين والاو جي بلاد لاين. هما المباراتين دول بس. فهل يا ترى المهرجان بسبب المباراتين دول كان ليه وزن او لا؟ دي حاجه هسيبها لك انت تقيمها. وفي النهايه حابب اقول للجمهور السعودي اللي حضر المهرجان ده، انتوا بجد شرفتوني وخلتوني فخور بان انا شخص عربي. كان ليكم حضور في المهرجان بالكامل من دخلات المصارعين للمباريات ذات نفسها، فبجد انتم اثبتتم للاتحاد وليا وللعالم كله اللي اتفرج على المهرجان ده ان احنا في عندنا في العالم العربي فانز المصارعه بيحبوها وعارفين هم بيعملوا ايه. ولكني ارجو من اصحاب القرار اللي عندكم ان هم يشغلوا مخهم شويه في البوكينج في المهرجانات دي. لكن المهم مهرجان كراون جول وده تقييمي ليه. ما تنسوش تكتبوا تقييمكم تحت في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو عايزين تشوفوا زيه في منه كتير قوي على القناه، وفي حاجات ثانيه من محتوى ثاني لو عايزين تشوفوها برضه. وانت هناك بالمره بعمل سبسكرايب. كان معاكم محمود وسام من قناه ريسبشن نيرد، مع السلامه.